عشان تصدقوا لما بقول ان التيك توك ده فيه حاجات غلط وبلاوي بتحصل. ده غير طبعا الفساد الاخلاقي والاجتماعي اللي احنا اتكلمنا عنه، ولكن في هنا جرائم غسيل اموال بتتم على الابليكيشن. وانا الحمد لله بدات في اجراء كده بعمله، وهعلن عنه بعد ما اخلصه ان شاء الله باذن الله. ولازم الدوله تاخد اجراء يا اما تشريعي يا اما رقابي، لازم تسيطر على الموضوع ده. وهثبت لكم كلامي ده وبالدليل. في احد الايام كده اللي فاتت ديت بقلب كده على التيك توك، لقيت في احد اللايفات لواحده سيده مصريه، ولفت انتباهي ان في داعم عربي بيرمي عليها هدايا. الهدايا ديت وانا بقلب كده وصلت حوالي 7 مليون وشويه مسه، وكمل بعد كده هو لحد ما وصل 10 مليون زي ما انتم شايفين كده. ده سكرين شوت انا خدته. وبعد كده طلع معاها جست وقال لها معلش انا وصلت لاقصى حد يومي ان انا اقدر ارمي فيه هدايا، وبكره نكمل. الله اعلم بقى امبارح رمى كام وبكره رمى كام، مش عارف. وللي ما يعرفش يعني ايه 10 مليون مسه يا جماعه، ال 200 مسه بتساوي 1 دولار، يعني ال 10 مليون يساوي 50,000 دولار هي هتسحبهم. ده مش بس كده، لا ده هو كمان عشان يشحنهم على موبايله عشان يرمي بيهم هدايا، بيشحنهم مثلا ب 100,000 دولار او ممكن اكتر كمان. واخدين بالكم كم مليون اترموا في كام دقيقه من واحد قاعد بره مصر لواحده مجرد ان هو يعرفها عن طريق شاشه؟ يعني لا يعقل، لا يعقل على الاطلاق ان دي تكون رمي هدايا بشكل طبيعي. لا ده فيها شبهه غسيل اموال، ولازم الدوله تراقب المواضيع دي. وعايز اقول لكم كمان، الناس اللي ما تعرفش يعني ايه غسيل اموال، دي بتبقى فلوس جايه من خارج لاشخاص داخل مصر بيتاجروا في تجارات غير مشروعه، زي التجاره في الاثار، زي بيع الاعضاء، زي المخدرات، زي السلاح. عشان فلوسهم اللي هم بيتاجروا فيها دي تخش من خارج مصر لداخل مصر، لازم يقدموا ايه هو السبب في دخول الاموال دي، فمبيبقاش عندهم سبب يقدموه، فبيتم احتجاز الاموال دي وما بتصرفش. وغسيل الاموال دي جريمه بتصل عقوبتها ل10 سنين، 10 سنين سجن. فعايزين يدخلوا الفلوس دي بطريقه غير مشروع. في كذا طريق ان هم ممكن يدخلوها بطريقه بطريق مشروع، من ضمنها التيك توك. وده اللي انا اكتشفته، وما اعتقدش يعني ان حد يقدر يجزم بحاجه غير كده ان ده غسيل اموال.